كان يجب علي أن أبحث عن الحقيقة. إن كانت في اليهودية لتهوت، وإن كانت في الوثنية لعبدت الأصنام، وإن كانت في الإسلامية لاتبعت رسول الله، وإن لم يوجد الحقيقة مقر لكفرت بالله. ولكن أمام الإغراءات الكنسية كانوا كل ما يشوفوني أقعد مع الطلبة زملاتي وأقعد أتكلم يقول لك لا افصلوا عنها. كنا كل ما نجيب كتب الدكتور إبراهيم خليل، وكان مدرسنا سابقا وأستاذ لاهوتنا، في سنة 72 راحوا فاصلين جميع مقررات اللاهوتية، لأنهم قالوا هذا الإنسان مات ومحدش يعرف عنه إيه أي حاجة، ومقررات ما تتدرس في اللاهوت. طب أروح لمين؟ جه البابا قال لا احنا ما نخليش اسحاق ده مع مين؟ مع الطلبة، لألا يفتن الطلبة. كل ما درسته يتكلم عن وحدانية الله، لكن ان سألت مش لازم ان يجاوبني، ان اتكلمت مش لازم ان يحاورني. فهبدأ اقف قدام الناس واعلم الناس كلام الله. اقول لهم ايه اللي خلاني انا مش عارف امور ديني ايه؟ هعلم الناس ايه؟ هل يستطيع معلما ان يقف امام الطلبة ليدرس مادة ما وهو غير ملم بها؟ ده بربع المستحيلات. فازاي انا هكون قسيس واب دين وهقف للناس واعلمهم وانا مش عارف ايه امر الدين بتاعي؟ كحمار يحمل سفر. ازيد من كده مفيش. كل ما عندي ان انا اخد اعترافات الناس واغفر للناس. ده يعترف لي اقول له مغفور لك واخد فلوس احط في جيبي، دي تعترف اخد منها فلوس احط في جيبي. كل حياتي فلوس في فلوس. ايه الحكايه؟ كانها ماديه فقط، مفيش اي شيء اكتر من كده. صدر قرار البابا بتعيين رئيس جمعيات خلاص النفوس المصرية والنائب الثاني لقداسته للتنصير بأفريقيا وغرب آسيا. إغراءات. ولكن الإنسان التايه، أو زي ما يقول المثل المصري الغرقان بيتعلق في قشاية. كنت دايما أسأل عايز أوصل لحقيقة. نفيت من داخل الكتاب المقدس، وإن شاء الله في بحث عندنا دي للشيخ صفر، نفيت من الكتاب المقدس قضية الصليب من واقع الكتاب المقدس، مش من واقع القرآن. نفيت من الكتاب المقدس بنوة المسيح من واقع الكتاب المقدس، مش من القرآن. نفيت بنوة المسيح من الكتاب المقدس، مش من القرآن. وده كله من المحرف، والكتاب المقدس موجود معي حاليا. لكن كل ما انا عايز اوصله مش لاقي هدف اوصل ليه، غرقان. الا ذات مرة ارسل لي قداسة البابا، ولا قداسة ولا حاجة، بيقول لي روح اسكندرية تعمل رياضة روحية هناك، وفي اسكندرية في مسلمين هناك ممكن تحاورهم. احاورهم في ايه؟ انا مش عارف امر ديني، انا هروح احاورهم في ايه؟ اعمى بينادي اعمى، الاثنين عميان، هيعرفوا ايه في السكه؟ مش عارفين حاجه. فاخذت القطار من القاهره، من اسيوط للقاهره. فكان بعت البابا لما كان بيحبني زمان كان يبعت لي سياره تاخدني من قدام المحطه. المره دي ما بعتليش سياره، انا بقول لكم غرقان. لكن بتيجي ساعه من عند الله سبحانه وتعالى تنتشل الغرقان من غرق، بترد للإنسان عقله، بيرجع العقل للإنسان فيعرف ان فوق العالي عالي متسلط في مملكة الناس. مهما عالي الإنسان فوقيه عالي، مهما تسلط الإنسان فوقيه متسلط، مهما تجبر الإنسان فوقيه جبار. لكن يا للأسف بعيد عن عيون الناس. فعندما وصلت للقاهرة ما لقيتش السيارة. رحت البطرخانة القديمة في كلوبيه في القاهرة، دخلت بقول لهم عايز سيارة ما جاتنيش. فلا، البابا بعت السيارات كلها ايه؟ في تبشير، يعني في جولات تنصيرية. رحت انا العتبة محطة الباص هناك، فركبت 64 اللي بيروح العباسية.
وانا قاعد في الباص طلع شاب لا يتعدى 12 سنة او 11 سنة تقريبا يعني، معاه كتيبات صغيرة بدأ يوزعها في الباص على كل اللي قاعدين. طبعا انا لابس اسود، عم على راسه سودة ولبس اسود وقلبي اسود وعيش في سودة، مش عارف انا عشت ايش. بوزع على كل الموجودين الا انا. وهنا بدأ في احساس غريب، اشتياق عظيم لتلك الكتب الموجودة مع هذا الشاب، وكأني جوعان ومتلهف للاكل حتى اكل. فرجع هذا الشاب وراجع بيلم الكتب تاني، فاللي بياخد الكتيبين بيديه قرشين او 3 قروش، اللي ما بياخدوش بيدوم له تاني. الا جيب عنده السياره من قدام، فبقول له يا ابني تعالى. قال نعم. قلت له انت ليه اديت الناس كلها وانا لا؟ قال لا يا عم انت قسيس. بس خد يا ابني. قال بقول لك لا ما اقدرش اديك، انت قسيس. والله 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 على ما اقول شهيد نسيت من انا، نسيت عمة اللي على راسي، نسيت هدوم اللي على جسمي. الشاب نزل انا نزلت وراه، هو يجري وانا اجري وراه، الناس بتضحك عليه تضحك عليه مش عارف ليه، الا ان هذا الشاب وقع عطر في طوب راح واقع. رحت انا ماشي وراه، خدت كتيبين وطلعت له 5 جنيه اديتها له. قال طب ما تاخدهم كلهم يا ابونا، لان كل الكتب اللي معاه مش هتكمل 5 جنيه. اخدت الكتيبين وذهبت الى الكدرائية في العباسية، دخلت الغرفة المخصصة للمدعوين بدعوة رسمية من البابا، فاجيب الكتاب المقدس اقرا فيه. عندما افتحه والله والله يجيني نعس منين ومنين، النعس يجي منين ما اعرفش، انعس. قلت طب ما انا اجرب الكتب دي يمكن اشوفها تنعسني ولا تصحيني. ولكني لا اعرف ان داخل هذه الكتيبات هو الدواء لي، ولكني لا اعرف ان داخل هذه الكتيبات هي ارتوائي من ظمئي وشبعي من جوعي. فعندما امسكت يداي بجزء عامة، وكان لأول مرة تمسك ايدي كتاب مسلم، فعندما فتحت هذا الكتيب وقعت عيني على قوله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم تكن له كفوا احد. بدأت اقرأ هذه الكلمات وشعرت بحلاوة في نفسي، راحة لضميري، راحة لصريرتي، فبدأت اقرأ واعيد واقرأ واعيد الى ان حفظتها على ظهر قلبي. واثناء قراءتي طرق الباب احد الاساقفة عشان يبلغني ان السيارة جاهزة اروح اسكندرية، فبيقول لي ابونا اسحاق ابونا اسحاق. قلت له قل هو الله احد. مش دريان، انا مش دريان بقول له ايه. قال لي بتقول يا ابونا؟ قلت له ما بقولش حاجة، انا ما بقولش حاجة خالص. في ايه؟ قال لي يلا عشان السيارة جاهزة. والله ركبت من القاهرة الاسكندرية، كانت خدت ساعة، خدت ساعتين، خدت اقل، خدت كتير. والله لساني يلهج يقول هو الله احد الله الصمد. طولت عليكم. بعدما وصلت الى الاسكندرية استقبلنا المطران استقبال كويس، وهم قالوا علي ان انا مجنون، قالوا علي ان انا مختل العقل، قالوا علي ان انا مسلم داخل الكنيسة. هو اللي يدور على الحق يبقى مسلم؟ طب ما انتوا بتكرهوا المسلمين. فاستقبلني المطران بيقول لي انا عايزينك تكون النهضة كويسة وبلاش الفكر بتاعك. قلت له ان شاء الله. يوم الاحد نزلت الكنيسة عشان اصلي صلاة القداس، وطبعا صلاة القداس دي معلومة صغيرة، ايه هي الصلاة داخل الكنيسة؟ هل الصلاة داخل الكنيسة هي الصلاة داخل المسجد؟ كل الناس هنا سواسية، لا فرق بين عربيين او عجميين الا ايه؟ بالتقوى. لكن في الكنيسة يختلف الامر، الوزير وزير والفقير فقير، ده لي كرسي وده لي كرسي. طبعا كل انسان ملزم بطائر في عنقه، كل واحد مسؤول عن نفسه. لكن في الكنيسة لا، القسيس هو اللي بيصلي عن الشعب. يعني الواحد بيروح الكنيسة كده يقعد ستاند اب سداون، قيام جلوس، القسيس يرفع ايده كلها تقف، ينزل ايده كلها تقعد. لكن بيقول ايه القسيس في الصلاة؟ ما بيعرفوش، لان هو بيصلي عنهم وهو اللي بيغفر خطيتهم وهو الكل في الكل في حياتهم. ففي استراحة في وسط الصلاة، فرحت كورس الاعتراف
ودي قضية اللي ريت المسلمون السنة اللي فاتت او الامة الاسلامية انا الكلام ده مكتوب فيها.